السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بالجميع في القناة، إن شاء الله يلاقيكم هذا الفيديو بصحة جيدة. اليوم راح نشارك معكم وصفة كنافة بالمكسرات، تجي معسلة ومقرمشة وبنة خيالية ما شاء الله، وتاني بطريقة سهلة وناجحة من أول تجربة. راح تعجبكم بزاف وراح تعتمدوها يعني في سهرياتكم الرمضانية. ونبداو يعني على بركة الله في تحضير وصفنا تاع نهار اليوم. نخليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة للجميع. نروحوا نحضروا الوصفة. أول شي راح نجيبوا القطايف، لازم تكون نوعية مليحة باش تحصلوا على نتيجة جيدة. كيف يعني تعرفوا انه القطايف تاعكم ملاح، لازم يعني يجيو تكون فيهم ريحة زكية، وكذلك يكونوا طريين يعني، وما يكونوش يابسين. فوالا نحكموهم نرحوهم كامل في الاشواغ باه تدينا شكل المول. كي نشكلوها وشوفوا يعني كيفاه يولوا بعد ما رحيتهم، واللي بغات يعني تقصها بالمقص كذلك عادي. ويعني كذلك كاين انه قطايف تتباع مفتته يعني واجده بلا ما ديري هاد الخطوه. بعد ما نشربوها يعني بالسمن، تقدروا تخلطوا السمن مع مارغرين كما تقدروا ديروا سمن وحده. ليسونسيال لازم هذاك السمن يدخل كامل في القطايف تاعنا. انا يعني كنت درت 250 غرام من المارغرين، ذوبتها وحطيتها في هذيك القطايف تاعنا. بعد ذلك جبت المول تاعي، كنت دهنته بالزبدة ملح، وقسمت القطايف تاعي إلى نصفين باه يعني جزء نفرشوه وجزء من بعدا راح نغطو به ال- الحشوة تاعنا. فوالا نبدا نحكمو نفرشو هذيك الجزء الأول على كامل المول تاعي، ونحاول نضغطو مليح على البلاطو تاعنا. كما كنت تشوفوا كنت حكمت يعني بالمغرف، اضغط هكذا باش نبسطو يعني يجينا السطح يعني املس، وكذلك انه يكون مستوي. وكذلك يعني نحاولوا نضغطوا على الحواف هي هما تاني، وزدت تضغط بالكاس ولا بالبول اللي يعني اللي عندك ليسونسيال. هاد الخطوة أساسية، تحاولوا يعني تسويو هذاك السطح كامل، ويعني وكذلك ركزوا على الحواف كما راكم تشوفوا في الفيديو. هنا عندي 150 غرام من كوكب، يعني 3 كيلات تقابل كيلة ناقصة أسبوعين من السكر. فوالا راح ندخل هذاك السكر مليح في الكاوكاو، وبعد ذلك راح نشربوا هذاك الكاوكاو بالماء الزهر. فوالا انه الحشوة تاعنا ما تعجنوهاش، يعني افتلوها برك كيما حشوة البقلاوة هكذا. نحاول يعني قلنا نشربوا هذاك الكاوكاو تاعنا مليح. وبعد ذلك كنت ضفت يعني كإضافة فقط، درت لاغوم تاع اللوز المر. كيما تقدروا يعني ديروا تخلطوا يعني المكسرات بالكاوكاو ولوز جوز كيما حبيتوا، لكن انا يعني بسطت لكم الوصفة، وحبيت يعني ان نعطيكم وصفة اقتصادية غير بالكاوكاو فقط، ويعني وصفة ما تكلفكمش. فوالا بعد يعني ما دخلت هذاك لاغوم في الكاوكاو تاعي، نحطوا هذيك الحشوة نوزعوها على كامل البلاطو تاعنا، يعني نديروها كطبقة ثانية. فوالا قلنا يعني هنايا نصيحة انه لازم المكسرات تاعكم يعني تحمصوهم مليح باش جست يعني طير لهم هذيك القشرة، باش من بعد تعطيكم يعني نتيجة جيدة، ومن بعد الذوق تاعهم يجيو بنان. فوالا يعني قلنا بعد يعني ما حاولنا يعني وزعنا هذيك الحشوة تاعنا على كامل البلاطو تاعنا، ومن بعد راح نغطيو عليها بالنصف الآخر تاع القطيف اللي كنا خليناهم. نحاولوا يعني نضغطو تاني مليح باه تخرج لنا الخبزة تاعنا مستوية. ومن بعد ذلك راح نمسحو السطح تاعها بشوية سمن، ونحطوها في الفرن طيب لنا من التحت، يعني جيست تشوفوها حمارت على الجوانب نشعلوها من الفوق.
وهنا القطايف تاعي راهي طابت. يعني بعد ما قلّبتها نشربوها وهي سخونة والعسل يكون بارد. نروحو للتزيين يعني حسب الرغبة. حطيت يعني أنا لوز وجوز والكاجو كذلك مع بيستاش في الحواف. كنت يعني حطيت المكسرات في عسل باه يلصقوا لنا فوق القطايف وكذلك يمدوا لنا هذيك اللمعة. فوالا راهي وصفتنا راهي واجدة. كنا فتحنا بالمكسرات. إن شاء الله تعجبكم وصفتنا تاع نهار اليوم في وقفة وانتي حضرتي أبن كنافة بالمكسرات يعني شكلا وبنة. نتمنى تنال إعجابكم وتخلي لي رايكم في التعليقات. وفي الأخير نقولكم صحة فطوركم وفي عدد آخر ووصفة جديدة إن شاء الله وإلى اللقاء.